هو انت بتعملي ايه زياده يعني عن اللي بقيت الست؟ الست المصريه اللي كانت بتحط كل فلوسها في البيت بكل حب ورضا حتى لو جوزها ما طلبش، وتعمل كل اللي تقدر عليه من غير حتى ما تسأل هي ملزمة بإيه أو مش ملزمة بإيه. اتغيرت. نسبة كبيرة جدا من البنات مقررة دلوقتي إن هي هتساهم بجزء بسيط جدا من مرتبها في البيت، ونسبة أقل مقررة إن هي مش هتساهم خالص في مصاريف البيت مع جوزها، وكل فلوسها هتبقى ليها لوحدها، وبقت كمان بتسأل حقوقها إيه وملزمة بإيه. الحقيقة بقى إن التغيير ده ما حصلش فجأة ولا من فراغ. اللي حصل ده حصل بسبب جوازات الناس اللي حواليهم. كمية الستات اللي حطت كل فلوسها في البيت وبطلت تشتري أي حاجة لنفسها وأهملت في نفسها، وفي الآخر جوزها سابها وراح يتجوز واحدة تانية وقال لها أصل انتي بصراحة مهملة جدا في نفسك ومش مهتمة بنفسك، وراح اتجوز واحدة تانية مهتمة بنفسها ومحافظة على صحتها، واللي اتطلقت ولقت نفسها من غير ولا مليم، وجوزها حتى ما فكرش ان هي حطت كل الفلوس اللي اشتغلت بيها في البيت. ده غير الستات اللي كتير جدا عمالين يجروا في المحاكم ورا جوازهم عشان حتى يدفعوا اقل القليل من المصاريف، والستات اللي اضطرت انها تتنازل عن حقوقها وكل مستحقاتها في سبيل ان هي تتطلق، والستات اللي شايلة كل المسؤولية لوحدها وجوزها مجرد ضيف شرف، وطبعا مش ملاحقة وده مأثر على صحتها ونفسيتها. وجوزها بدل ما يقول لها متشكر جدا على تعبك وتقديرك، يقول لها هو انت بتعملي ايه زيادة يعني عن اللي بقية الستات بتعمله. فبدأت كتير بنات تسأل حقوقي ايه وواجباتي ايه وملزمة بايه ومش ملزمة بايه. أول ما التقدير والرحمة والاهتمام يختفوا من الحياة الزوجية ويحل محلهم حقي وحقك، نسبة كبيرة جدا من البنات اللي متجوزتش بقت خايفة تتجوز. بس الست لما بتحس بالتقدير وإن جوزها بيشاركها ومقدرها ومش طمعان أبدا في فلوسها، ساعتها الست من نفسها هتحس إن هي لازم تساهم وتشارك في البيت، وهتعمل كل اللي تقدر عليه بنفس راضية من غير ما تدور على حقها. الجواز أصله مشاركة ومودة ورحمة، مش حقي وحقك.